كانت عباره عن ظله او سقيفه. يعني ايه ظله او سقيفه؟ يعني هو مجرد شكل مضلع، يعني مثلا يكون مربع او مستطيل وليه سقف وحيطان، وبعض الاوقات ما كانش بيبقى ليه سقف في الاول، حيطان بس. بعدين في الاخر بقى دي سقف وحيطان وتمام. يعني جامع عمرو بن العاص اصلا اول منتدى هو عباره عن مربع اصلا، يعني ايه مش مربع، هو 30 دراع في 50 دراع. الدراع الاسلامي اصلا 75 سم، فيبقى كان مساحته قد ايه الجامع؟ مفيش خالص يعني. هو بيقول لك بسقف وخلصت، اللي هو دلوقتي بسم الله ما شاء الله من اكبر الجوامع، وكل الزيادات دي حصلت فيه. بعدين ابتدت تظهر الجوامع القائمه على وجود الفناء المفتوح، فناء مفتوح وبلاطات، بلاطات واروقه، سمى اتجاه واتجاه واتجاه واتجاه. تمام، اربع اتجاهات، كل اتجاه منهم بيتسمى، في خلافيات ما بين العلماء، لان برضو في واحد بيسمي في مصر وواحد تاني بيسمي في المغرب وواحد بيسمي في كل ما شايفين بعض، فبتلاقي اخفانا شويه في الاسماء، فانا هحدد بس اسماء معينه نتفق عليها وخلاص. الاتجاه ده رواق. تمام، في الاول ابتدت كده الاروقه دي قائمه على فكره ايه؟ ان انت لو مشيت في الدايره مش هتنزل في الصحراء. حد زار احمد بن طولون؟ انت لو لفيت جوه الرواق لفه كامله مش هتقف، مفيش حاجه هتوقفك الا لو انت وقفت بمزاجك يعني. بعد كده ظهر سيستم تاني، اللي هي ساعه ما بقت مدارس. يعني ايه؟ بقوا بيدرسوا جوه الجامع، يدرس جوه الجامع مذاهب فقه في المعتدل الاربعه، يبتدي بالتدريج لغايه ما وصلت للاربعه. اول واحد عمل الاربعه كان نجم الدين ايوب، اللي هو جوز شجر الدر. نجم يعني يعتبر اخر واحد محترم في الايوبيين. جه بعده ابنه صحيح شيريكو، بس يعني ايه مش شيريكو، توران شاه، بس يعني ايه ما لحقش وقتلوه. عموما يعني نجم الدين ايوب هو اول واحد يعمل في المجموعه بتاعته الاربع مذاهب، بس كانت متعامده. يعني المذهب المالكي بيتدرس قصاد المذهب الشافعي، المذهب الحنفي بيتدرس قصاد المذهب الحنبلي. بعد كده ظهرت المدارس المتصالبه المتعامده، يعني مذهب بيدرس هنا، مذهب بيدرس هنا، مذهب بيدرس هنا، مذهب بيدرس هنا. نجم الدين يا دكتور متعدد. نجم الدين متوازيه. بيبرس اول واحد يعملها متعامده. اللي فاضل من بيبرس هو السبيل، اهو اللي ورانا على طول اهو، مربع ناقص ضلع، الضلع اللي هو مفتوح على الساحه. في الجوامع الاولى في ده في المدارس كانت المربعات بتبقى اصغر من الحجم ده والساحه كبيره جدا. شفت السلطان حسن؟ ايوان مقفول على بعضه، فلما الامام بيتكلم هنا مش هيخش مع اللي بيدرس هنا، مش هيخش في الكلام مع اللي بيدرس هنا، وهيعمل حاله عزل لا باس بيها لكل مذهب بيتدرس. تمام، فاحنا عندنا نظام اروقه، والاروقه في المعتاد بيبقى فيها اعمده، صفوف اعمده، صف عمود صف عمود صف عمود. ما بين صف العمود وصف العمود في حاجه اسمها البلاطه. البلاطه دي مش بلاطه بجد، دي المسافه بين العمود والعمود. يعني هنا ادي عمود وادي عمود اللي وراه، يبقى اللي بينهم المسافه ديت بلاطه. تمام، وصلت؟ ايه؟ تمام، نفس المسافه ما بين العمود والعمود، ما بين العمود والحيطه او العمود والعمود. شوف بقى، عندنا العمود وعندنا قوس، وبعدين عمود وبعدين قوس، صح؟ لغايه ما بنوصل للحيطه. اللي عند الحيطه اسمه كتف، تاني زي بره. يبقى كتف قوس عمود قوس عمود لغايه ما نوصل للكتف التاني، صح؟ القوس دوت احنا قلنا اسمه ايه؟ عقد. يبقى عندنا كتف عقد عمود عقد عمود وهكذا، صح؟ مجموعه الاكتاف مع الاعمده مع العقود اللي واخده صف واحد دي بتتسمى بائكه.